بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، خلق من عدم بقيوميته، ورزق من فقر بفضله، وعلم من جهل بعلمه، وصلى الله وسلم على البشير النذير سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المرة سوف نتكلم عن قصة ذي القرنين، وقد وردت في الصحاح مفصلة كما وردت في القرآن الكريم مفصلة. ذكروا أن قريشا أرسلت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يثرب يسألان أهل الكتاب عن أسئلة تعجيزية يقدمونها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم: إن أردتم أن تعجزوه فاسألوه عن فتية كانوا في الزمان الأول وهم أهل الكهف، واسألوه عن ملك بلغ المشارق والمغارب، يقصدون ذا القرنين، واسألوه عن الروح التي قال الله تعالى فيها: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجاءوا بهذه الأسئلة وقدموها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: سأجيبكم غدا، ولكنه ما قال إن شاء الله، فحبس عنه الوحي 15 يوما، ثم أنزلت عليه سورة الكهف، وعلمه الله تعالى أن يقول إذا ما قال غدا إن شاء الله، قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. هذه القصة حينما ذكرت على أنها آية من آيات الله تعالى في الكون، وقد اختلفوا في ذي القرنين. قالوا بعضهم إنه الإسكندر المقدوني الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، وكان إمبراطورا كبيرا وقائدا حربيا خطيرا له دوره الحضاري والعسكري في العالم، وقد طوف الدنيا شرقا وغربا. فقال بعضهم إنه الإسكندر، وقال بعضهم إنه من ملوك حمير باليمن، لأن ملوك حمير عادة يسمون ذي يزن، يقولون إنه يسمى بذي يزن ملك من ملوكهم، ويقولون ذي نواس. فقالوا لا عجب أن يكون تسمية بذي القرنين تناسب تسمية ملوك اليمن، فدائما يضعون ذي هذه أو ذو على رفعها، يضعونها تسمية لملوكهم وكبرائهم وزعمائهم. وذهب مفسرون آخرون إلى أنه كان في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام، قالوا إنه كان موجودا في عهد سيدنا إبراهيم. وقال بعضهم إنه سمي ذا القرنين لأنه استطاع أن يحارب الروم والفرس معا، فكان ذا قرنين يتوجه لهذا بالحرب ويتوجه لهذا بالحرب في نفس الوقت، فسمي ذا القرنين. وقال بعض المفسرين إنه نبي، ولكن القرآن لم يشر إلى هذا، لم يقل بأن له نبوة ولا له رسالة، ولكنه وصفه بالتقوى ووصفه بالصلاح. وقد ذكر صاحب معجم البلدان ياقوت الحموي أن الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين، وأصر على أنه كذلك، على أنه كان كذلك، وأنه تزوج ابنة ملك من ملوك الفرس، وبعد ذلك طاف بجيوشه في العالم فاحتوى كثيرا من الحضارات وضمها إلى دولته. قال هذا دليل على أنه هو. لكن بعض المفسرين اعترضوا وقالوا إن الزمان غير الزمان والمواصفات غير المواصفات. هذا الإسكندر المقدوني كان وثنيا، وذو القرنين كان موحدا مؤمنا، فكيف يمكن أن يكون ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني؟ ثم إن الهدف كان مختلفا. كان الإسكندر المقدوني يحارب من أجل الثارات والغارات،
وينتقم من كل خصومه بقوة وشراسة ليس لها حدود. وكان ذو القرنين ملكا صالحا ينشر العدل والإيمان والخير والطمأنينة بين الرعايا الذين يغزوهم والدول التي يمتد إليها سلطانه. فإذا النطاق غير النطاق والجغرافيا غير الجغرافيا، لأن القرنين كان موجودا في حيز جغرافي مختلف تماما عن الحيز الذي كان فيه الإسكندر المقدوني، وهذا نقاش علمي دقيق يمكن أن يوصل به إلى الحقيقة. ولكن اختلاف الحقبة الزمنية التي كانت بين الإسكندر وبين ذي القرنين في التوقيت الزماني الذي كان موجودا هو أيضا دليل من أدلة نفي أن يكون ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني، إذ لم يذكر أحد من المؤرخين أن الإسكندر كان مؤمنا، ولا ذكروا له فعلا من الأفعال التي ذكرت، ولا ذكر أنه بنى السد، ولا أنه وصل إلى بلاد الصين، لأن الواقعة التي ذكرها القرآن مع ذي القرنين إنما كانت هناك. بعض الباحثين ذهب ونقب وبقي سنوات طوالا إلى أن وجد أن أخناتون، وهو مصري فرعوني في القرن الرابع عشر قبل الميلاد المسيحي، هو الذي حمل جيشه وذهب إلى بلاد الصين ووصل إلى مطلع الشمس ومغربها كما قال القرآن الكريم، ووصل إلى ما بين السدين التي ذكرت في هذه القصة، وهو الذي بنى الردم الذي قالوا له هؤلاء القوم الذين وصل إليهم، قالوا له هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ويظهر أن تلك الشعوب التي كانت تعيش هناك كانت تعيش مشاكل من صراع ومحاولة للاستئصال ولمحو بعضها بعضا. كان الشعب يغزو من أجل أن يمحق وجود الشعب الثاني، إما أن يذيبه فيه وإما أن يطمس معالم وجوده على نهايتها. فكانوا يقولون له هل نجعل لك خرجا، أي نعطيك عطية، نجمع لك مالا من ذهب كثير على أن تجعل بيننا وبين هؤلاء الغزاة الذين يغزوننا، أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، ولم يقل أنني أقدر، لأنه إن نسب القدرة إليه لم يقدر، ولكنه قال ما مكنني فيه ربي خير، إنني أستطيع بما أعطاني ربي من قدرة علمية ومكنة مادية أنني أستطيع أن أبني ما تطلبون، ولكن أعينوني، لا تكونوا سلبيين بحيث أنني أبني لكم وأنتم لا تضعون أيديكم في البناء. قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا، والقطر هو النحاس المذاب. قال وضع البناء ورساه بالحديد بزبر الحديد، ثم أذاب بعد ذلك النحاس وأفرغ عليه النحاس، فإذا بذلك السور العظيم أصبح غير قابل لأن ينقر. قال فما استطاعوا أن يظهروه، أن يرتفعوا فوق ظهره ليتجاوزوا إلى ما بعده، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، والنقب هو الثقب الذي يضعونه في الجدار. قال ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. القرآن الكريم أظهر أن ذا القرنين كان له اهتمام بظاهرتي مغرب الشمس ومطلع الشمس، وهي ظاهرة فلكية، وكان قد بنى حضارة ملأت الدنيا. هم كانوا يقولون الحضارة الإنجليزية التي لا تغرب عليها الشمس، فكانت حضارة هذا الرجل هي حضارة طموحة إلى أن تملأ الدنيا، وربما كانت تكليف من الله سبحانه وتعالى بالتمكين الذي مكنه سيدنا داود بالملك والنبوة، ومكنه سيدنا سليمان بالملك والنبوة، أيضا مكنه ذو القرنين بحيث أن الله تعالى أعطاه الصلاح والتقوى، وأعطاه الملك والمكنة والعسكر والقدرة والقوة، فقال ما مكنني فيه ربي خير
فإذا به ينشر دعوة الله تعالى على العالم، ينشرها على المدى البعيد. وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا التمكين هو عطاء الله. كان سيدنا يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هو يريد أن يمكن، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى أعطاه مواهب مكنته لأن يكون كذلك. وكذلك هذا الرجل حينما أثبت الباحثون ما أثبتوا بأن أخناتون المصرية، هذا الملك الفرعوني الذي كان موجودا في غابر الزمان، هو ذو القرنين الذي وصل إلى مطلع الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. توجهه من مطلع الشمس إلى مغربها كان بوحي، كان بأمر من الله سبحانه وتعالى لا بصدفة. ومطلع الشمس هنا وصله ذو القرنين عن طريق البحر، كان قد حمل جيوشه وجنوده وأسلحته ومعداته، حملها في سفن كبيرة، كان قد هيأها لتلك الرحلة الطويلة ووصل بها إلى المدى البعيد. أحد الذين بحثوا وصلوا إلى هناك قال إن هذا الذي ذكره من أنه مطلع الشمس هي عبارة عن جزر تسمى جزر الكيريباتي، وهي موجودة وسط المحيط الهادي، وقد ذكر بأن موقعها متفرد وأنها منبسطة، والعجيب فيها أنها لا جبل فيها ولا ارتفاع فيها، وإنما هي مبسوطة لم نجعل لهم من دونها سترا كما قال القرآن الكريم. وقد استغرقت هذه الرحلة كما قال بعض المؤرخين استغرقت 8 سنوات، رحلة ذي القرنين في حيازته لما ذكر القرآن الكريم مما هو موجود. ثم وجد بين السدين، وجد بينهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا كان الرجل وقومه وجنوده يتكلمون باللغة المصرية الفرعونية، فلما وصلوا إلى الصين وإلى تلك المشارف وجدوا قوما لا يكادون يفقهون قولا، لأن اللغة واللسان مختلفة. وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، وإذا بهم يطلبون منه أن يصنع لهم جدارا يحول، حاجزا يحول بينهم وبين أعدائهم، فبناه. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يرد هؤلاء ياجوج وماجوج المفسدون في الأرض من أهل تلك الديار، الذين كان أهل ما قبل السدين كانوا يتأذون منهم، ما بين السدين كانوا يتأذون منهم. فشاء الله تعالى أن يأمر هذا الرجل الصالح أن يفعل، فقال: أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ولعل هذه الطريقة العلمية إنما توحي لنا بأن الله تعالى يعطي للإنسان بعقله ومكنته واتخاذ الأسباب ما يجعله يحقق المعجزات التي لا تخترق، بحيث أن الأمة تستطيع أن تحمي نفسها بعلمها وبذكائها وبتوفيق الله لها. حتى أن أحدهم قال عن الأوروبيين الذين صنعوا من العدم الوجود، وأوشكوا أن يجعلوا للصخر عقل العاقل، وتراءت الدنيا لهم في جدها إذ نحن نرميها بعين الهازل. يا ليتنا نظرنا إلى مثل هذه القصة فأخذنا من علميتها ومن دقتها ومن وجوب التمكين في الأرض، حتى يكون من يكون في هذه الأمة محققا لرقائها وعلوها ومستقبلها الزاهر. هذا جزء من المعنى في هذه القصة. وإلى حصة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.